دي على الدرسوار ده اهو جنب الساعه، وكان معاها جواب وتلغراف من اخوك عبد الخالق ونسخه من مجله الاذاعه. انا ما كانش يهمني لو كانت الحاجات دي كلها ضاعت، لكن ورقه ب 10 جنيه ما هياش حاجه بسيطه. استغفر الله يا شاويش. مفهوم يا فندم مفهوم، بس تسمح سيادتك تقول لي امتى لاحظت انها مش موجوده؟ من قيمه ساعه واحده بس، وعلى طول رحت مبلغ الاسم فحضرتك جيت. انا اصلي ما احبش اضيع وقت، وخصوصا في ظروف زي دي، لانه اذا كانت اتسرقت وهو ده اللي انا بعتقد ومتاكد منه، يبقى الافضل اننا نتخذ الاجراءات بسرعه قبل الحرامي ما يتصرف فيها. مظبوط يا فندم مظبوط، ده كلام سليم. على العموم انا لسه برضه محتاج لشويه تفاصيل اكتر من كده. ان شاء الله هنلاقيها باذن الله. وعرفتوا منين انها انسرقت؟ ابوك يا ستي بيقول انها كانت في ظرف ومحطوطه على الدرسوار مع شويه جوابات. ايوه امبارح الصبح وهي دلوقتي مش موجوده. على الدرسوار ده اهو. ايوه ده اهو. طب ما في شويه جوابات اهو، دورتوا فيهم؟ دورنا ولا لقيناش حاجه. الله، ده اللي اخوك خلي عبد الخالق اهو. ما تنساش يا بابا انه جاي النهارده. سأصل الساعة 12، لا تنتظروني على المحطة. ودلوقتي الساعة 12:30، يعني زمانه جاي. اعمل معروف يا بابا، ما تقولوش على حكاية ال10 جنيه دي لحسن يتضايق، وانت عارف انه جاي ينبسط ويقعد عندنا يومين. انا مالي، انا اقعد يومين ولا اقعد 3؟ يعني هسيب ال10 جنيه تضيع كده ولا ساكت؟ واحنا هنعمل ايه يعني؟ اهي ضاعت وخلاص، ومصيرها برضه تتلاقي. هي دي يعني حاجة غريبة؟ ما احنا بيضيع مننا حاجات كتيرة قوي وفي الاخر برضه بنلاقيها. ايوه لكن دي لا، دي مش ممكن هتتلاقى ابدا. علشان ايه؟ علشان اتسرقت. ما هو مفيش فايده من الكلام ده ابدا. لما اقوم اوضب لخالك عبد الخالق اوضته اللي هينام فيها. عن اذنك يا شاويش. اتفضلي يا هانم اتفضلي. ودلوقتي بقى تسمح لي يا استاذ سليمان عين البيت، يمكن اقدر الاقي حاجه تساعدنا في معرفه الحرام. مفيش مانع، اتفضل. هو يا ترى في البيت ده شغالين؟ طبعا في. طيب انا كنت احب انهم ما يعرفوش انا جاي علشان ايه، لانه اذا كان واحد منهم هو اللي سارق يبقى الاحسن انه ما يشكش في حاجه، لحسن بعدين يتصرف في ال10 جنيه. وهو كذلك يا شاويش. اتفضل من هنا. السلام عليكم. خالي عبد الخالق، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل يا خالي اهلا اتفضل. بيك يا بنتي. يا سلام يا سناء يا بنتي، اما حته دي مشوار انما سخنه بصحيح. اهلا سي عبد الخالق، حمد على السلامه يا سيدي. الله يسلمك. امال فين اختي عزيزه؟ فوق بتوضب لحضرتك الاوضه. دقيقه واحده لما اطلع عندها لحضرتك. ما تنساش يا بابا اللي اتفقنا عليه، ها؟ وازيك انت يا سليمان؟ سليمان مين فين؟ الساعه كام؟ ليه؟ ازاي؟ في ايه؟ بقول لك ازيك، ساعه كام ايه؟ الله يسلمك. وازاي عزيزه؟ عزيزه مين؟ عزيزه مين يا نهار اسود؟ عزيزه مرات. ايه حكايتك؟ ما تفهمني، مالك سرحان كده ليه؟ يوه لا مؤاخذه يا عبد الخالق، انا اصلي مخي مشغول شويه. مشغول في ايه؟ في موضوع كده انما مضايقني شويه. طب ما تقول لي عليه يا اخي، مش يمكن اقدر اريحك. اصل يا سيدي بالعربي كده اتسرقت مني ورقه ب 10 جنيه. 10 جنيه؟ ايوه من الاوضه دي، كانت موجوده امبارح، النهارده راحت خلاص. للاسف مش قادر اعرف مين اللي سرقها. قلت لي عشان كده بقى. انا كنت بقول ايه اللي جابه هنا ده؟ هو مين ده؟ العسكري اللي في الجنينه. انا يا سيدي اصلي ما حبيتش اضيع وقت، بلغت الاسم على طول راحوا باعتين لي العسكري ده. لا عملت طيب برضه. ايوه بس عزيزه مش مصدقه انها اتسرقت، مع ان مفيش في الدنيا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هي حاجه طبيعيه، هو يعني الحرامي هيسيب لك اسمه وعنوانه بعد ما يسرق؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا عبد الخالق. الله يسلمك يا عزيزه يا اختي. على فكره يا خالي، ماما وضبت لك الاوضه البحريه عشان تبقى بعيده عن اوضه بابا وتقدر تاخد راحتك فيها. ايوه اعملي معروف لحسن سليمان ما بيبطلش شخير طول الليل. ايه الدعايه السيئه دي؟ خلونا احنا في موضوعنا. ايوه صحيح، سليمان كان بيقول لي دلوقتي على حكايه ال10 جنيه. كده برضه يا بابا. مفيش فايده يا بنتي، مفيش فايده. مش عاوز يطلع الحكايه دي من مخه ابدا، مع اننا قلبنا البيت النهارده الصبحيه حته وبرضه ما لقناهاش. ومش معقول ابدا ان يكون حد من الشغالين هو اللي سرقها. لا مؤاخذة يا ست هانم، عاوزه ايه يا انيسه؟ اللبن اللي على النار يا ست ماله يا بنت؟ بيغلي. طب ومستنيه ايه يا بنت؟ ما تروحي تشيليه من على النار. بس لما اسال حضرتك الاول. وهي دي عاوزه اسال يا انيس. يا بنت روحي الحقيقه قبل ما تروح ويندري يا بنت. ما هو ابتلق يا ست، القطه عماله بتصلب فيه. القطه؟ ما شاء الله ما شاء الله، وسايبه القطه تشرب في اللبن وجايه على هنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. اكتر ما انت مجنونه يا نيله. روحي يا بنت شيلي من على النار وامسحي اللي اندلق في الارض يا بنت. حاضر يا ولا ست. اقول لك استني يا بنت، استني احسن تلبخي، انا جايه معاكي. حاضر. عن اذنك يا اخويا، اما اروح اشوف البنت عملت ايه. عن اذنك. اتفضلي. الا حكايه القطه دي رخرة. البنت انيسه دي عبيطه خالص. يا ترى بتشك فيها يا رخرة يا سليمان؟ ايه اللي بشكوا فيها؟ وليه لا؟ مش جايز تستهبل وتسرقهم؟ على العموم يا الخالق انا مش ممكن استريح الا لما الاقي الحرامي. هو انت ابتديت تدور عليه؟ لا لسه، عشان انا ما عرفتش انها سرقت الا من ساعتين. يعرف ان في 10 جنيه سرقت؟ لا ما فيش غير عزيزه وطبعا سناء. يعني ما فيش حد في البيت يعرف ان في سرقه حصلت هنا؟ في طبعا الحرامي نفسه. كويس قوي. قول لي يا سليمان، نعم. الا انت بتعتقد في المثل اللي بيقول اللي على راسه بطحه يحسس عليها؟ يا اخي انا مش فاهم قصدك ايه. انا قصدي ان انا شخصيا بعتقد في المثل ده، لاني لما باجي اطبقه وخصوصا على الناس البسطاء بجد انه سليم 100%. يعني لما نوضع الشخص في موقف هو مش قادر يفهمه تلاقيه خاف ويفقد اعصابه ويعترف بكل بساطه. انا مش فاهم انت عاوز توصل لايه بالظبط. دي مجرد فكره طرقت على ذهني. نعم. الخوف زي النار تمام، سلاح بحدين، ممكن انه يخدمك وممكن انه يحرقك. انما انا حاليا مش محتاج الا الناحيه واحده بس، وهي الناحيه اللي بتخدم. هستعمل السلاح ده وهخليه خادم امين ليا، يعني بالعربي هخليه يكشف لي السارق في لحظه واحده. قصدك يا خالي انك تخوف الحرامي وتخليه يعترف؟ بالظبط. انا كل الفلسفات دي ما تهمنيش، هيهمني 10 جنيه. لكن هتخوفه ازاي؟ انا اقول لك يا سيدي، شوف بقى. يا ايه انت دي هتجنني يا اخوان. مش ممكن حد في الدنيا يقدر يستحملها ابدا. تصور اني رحت ما لقيتش ولا نقطه لبن في البراد، وكل ما اكلمها تقول لي مش لما اخد منك اذن الاول يا ستي. دي البعيده مخها زي الحجر. بس دي تبقى عينه كويسه لتجربه الاستاذ عبد الخالق. تجربه يا ماما اصل خالي عبد الخالق هيلاقي لنا الحرامي اللي سرق ال10 جنيه. شو هو انتم لسه برضه ماسكين في الحكايه دي؟ ما تفضوها سيره بقى. قوم يا عبد الخالق يا اخويا، قوم اغسل وشك كده وفوق من تراب السفر. استني بس يا عزيزه، مش لما يقول لنا هنعمل التجربه دي ازاي؟ مش وقته دلوقتي يا سليمان، خليه يستريح الاول شويه. يلا يا عبد الخالق، يلا يا اخويا اطلع اغسل وشك وغير هدومك. ايوه حاضر يا ستي، عن اذنكم دقيقه واحده هطلع اغير هدومي وانزل لكم حالا. اتفضل يا اخويا. يا الف اهلا وسهلا يا عبد. قول لنا بقى يا عبد، هتمسك الحرامي ده ازاي؟ بالخوف، نفهم. او بمعنى اصح I'm Realme C85, and I was made for splash landings. Sprays and splatters are my daily routine. Walking in for a late night? Lucky you, I've got a big battery that lasts all day long. I'm like a power bank for all your gadgets. Some displays can hack it, but with an ultra bright screen, I stay crystal clear. Realme C85, ultra battery, ultra waterproof. من جوع يا معذبهم يا تعبهم يا ملخبطهم، اللي يروح عليه هدف الفوز باخر دقيقه. نفهم. او بمعنى اصح هخليه يشعر بالخوف. هستغل سذاجته وغباوته وانصب له فخ واقعد بقى اراقب النتيجه. يعني ايه؟ مش فاهمه. ولا انا. يعني اذا نفذتم الكلام اللي انا هقوله دلوقتي بحذافيره غير اي معارضه ولا سؤال، اقدر اوعدكم باني اسلمكم الحرامي ده الليله دي قبل الساعه 12. الله. وافقتم؟ ايوه مفيش مانع بس نعرف الاول ايه هي التجربه. شوفوا بقى، انتوا اولا تجمعوا لي كل الشغالين الموجودين في البيت الليله دي الساعه 8:30 بالظبط. اجمعهم لك فين يعني يا اخويا؟ في اي حته، بس المهم انها تساعد. اقدر اجمعهم لك هنا في اوضه السفره دي. خلاص اتفقنا، الليله دي هنتقابل هنا كلنا في الاوضه دي الساعه 8:30. ايوه مفيش مانع بس احنا لسه لغايه دلوقتي ما عرفناش ايه اللي انت ناوي تعمله. انا جاي لك اهو يا ما تجيلي يا اخي وتقول بقى. انا اولا هحتاج لطبق فخار كبير. تقدري تجيبي لي ده يا عزيزه؟ طبق فخار كبير؟ موجود يا اخويا، بس هتعمل بيه ايه؟ ايوه صحيح، هتعمل بيه ايه يا خالي؟ هتعرفوا بعدين. وهحتاج كمان يا ستي لديك صغير. ديك صاحي؟ ايوه صاحي. الظاهر ان احنا هنعمل ظاهر
اقولكش تكونش عاوز لك كمان معزه من غير ودان. ولا خروف اسود منقط ابيض. لا انا ما بهزرش يا جماعه، انا بتكلم جد. وعاوز كمان يا ستي ايه؟ شمعه واحده. شمعة؟ او بقى اسبوع. الله، دي هتبقى حفلة مسلية قوي. والنبي تقول لنا يا خالي هتعمل ايه؟ يا اخويا قول لنا. هو ده معقول ان الحاوي يكشف ورقه قبل ما يلعب؟ هتعرفوا كل حاجه الساعه 8:30. استنى لغاية الساعة 8:30. قولوا لي بقى، ايه؟ الباب ده يودي على فين؟ بيودي على الصالة يا اخويا، انما الباب التاني ده بيودي على المطبخ. يعني لو خرجت من الباب اللي يودي على الصاله ده ومشيت في الطرقه وحودت على اليمين، اقدر اوصل للمطبخ؟ تقدر قوي يا اخويا. ومن المطبخ اقدر ارجع تاني هنا من الباب ده؟ ايوه، يعني اللي يخرج من الباب ده يقدر يلف ويرجع هنا من الباب التاني ده. يبقى خلاص اتفقنا. الاجتماع هيكون هنا الساعه 8:30، ومن دلوقتي لغايه الساعه 8:30 مش عاوز حد من الشغالين يخرج من البيت بتاتا. فاهمين؟ فاهمين يا اخويا. وانت يا عزيزه ما تنسيش تحضري لي الطبق الفخار والديك والشمع. لا يا اخويا ما تخافش، مش هنسى ابدا. لكن تفتكر يا خالي انك هتقدر تمسك الحرامي؟ والله يا سناء يا بنتي، ده كله متوقف على الطبق والديك والشمع. ادخل. لا مؤاخذة يا ست هاني. عاوزة ايه يا انيس؟ كنت حاوسة يعني كنت حاوسة والله يا ستي كده اروح اشوف اختي لحسن سمعت من بتاع الحيس ان ملهاش كيف سوية دلوقتي يا انيسة اعمل ايه يا ستي علشان الحق بس. تلحقي ايه؟ يعني قصدي اقول الحق اروح اشوفها وارجع قبل الحاسة. طب وايه اللي طلعها في مخك دلوقتي؟ ما انت عارفة من الصبح ان ملهاش كيف يا بنتي. معلش والنبي يا ستي معلش. اصلي يعني قلبي بيكون عليها قوي، وحضرتك عارفه اني ملياش خيلها في الدنيا. هقول لك ايه، روحي وامري لله. يا رب يخليكي يا رب يا رب ما يخليكي. شفتيش يا زعلي؟ ايه ده ما تحاسب يا بنت الحاج. غصب عني والنبي يا سيدي ما خدتش بالي من حضرتك. ايه مالك مستعجله كده ليه؟ اصلها رايحة تشوف اختها العيانة. ايه ده؟ وانت وافقتي على كده يا عزيزه؟ لا هي راجعة تاني قبل العشاء يا والاتفاق اللي اتفقنا عليه انت نسيتي ولا ايه؟ الاتفاق؟ اه والله صحيح افتكرت. طب بلاش دلوقتي يا انيسه، ابقى روحي لها يا اختي بالليل بعد العشاء، ولا اقول لك اسمعي بكره الصبح ان شاء الله. وانا مالي يا اختي هو ايه ده بقى ده؟ ليه؟ ما انا يعني اصل والنبي يا ست الله يخليكي كنت بقول كده اخطف لك بسرعه وارجع تاني. لا قالت لك بكره يعني بكره فهمتي؟ حاضر يا سيدي خلاص الامر لله. اروح بقى وابقى اروح بكره. قولي لنا ساعه تعالي اهو. نعم يا سيدي. تقولي للشغالين كلهم ان مفيش حد يخرج منهم من البيت ويجوا لي هنا في الاوضه دي الساعه 8:30 بالظبط. فاهمه؟ فهمتي؟ حاضر يا سيدي هقول لهم. قولي بقى. ايوه الساعه 8:30 بالظبط. كلهم موجودين يا استاذ سليمان؟ ايوه يا استاذ عبد الخالق. كويس قوي. انتوا طبعا مش عارفين احنا جمعناكم هنا عشان ايه. انا هقول لكم. بقى اللي حصل ان امبارح الصبح ومن الاوضه دي بالذات اتسرقت ورقه ب 10 جنيه. وواحد منكم هو اللي سرقها. لكن مين هو؟ اهو ده اللي انا هعرفه دلوقتي. مفيش حد. بس مش عايز ولا كلمه. بس انا في تجربه هيمر بيها كل واحد منكم دلوقتي. التجربه دي عمرها ما خيبت ابدا، وهي اللي هتدلنا على السارق. ايوه بس يا فندم هتتسرق ازاي ال 10 جنيه دي؟ كانت محطوطه هنا امبارح الصبح على الدرسوار ده، والنهارده مش موجوده. تبقى راحت فين؟ واحنا بس عرفنا مين اللي سرقها يا فندم ولا مين؟ انا اللي هعرف دلوقتي. شوفوا بقى، هتلاقوا على الترابيزه الموجوده جوه المطبخ طبق فخار كبير، والطبق ده مقلوب على الترابيزه، وتحت منه انا حطيت ديك صغير صاحي. المطبخ هتلاقوه ضلمه، مش هينوروا غير شمعه انا حطيتها تحت الترابيزه، واظن ان نورها كفايه عشان تقدروا تشوفوا. ايوه يا فندم بس قلت مش عاوز ولا كلمه. واحد منكم هيخرج من الباب ده ويروح على المطبخ، هيلاقي باب المطبخ مفتوح. اول ما يوصل للترابيزه يروح لامس الطبق بصوابعه من غير ما يفتح بقه بكلمه واحده، وبعد كده يرجع تاني الاوضه من الباب التاني ده ويقف مطرحه زي ما كان. مفهوم؟ مفهوم. الحرامي اول ما يحط ايده على الطبق الديك هيدن على طول. الديك ده بالظبط زي الكلب البوليسي،
بس الكلب البوليسي بيعرف الحرامي بطريقة الشم، وده بيعرفه بطريقة اللمس. انا جاهز يا استاذ سليمان. اسمعي تطفي لنا النور يا سناء. حاضر يا كفايه. كويس كده؟ ايوه كفايه علينا نور الاباجوره دلوقتي. شوف يا استاذ سليمان، خلي كل واحد منهم يخش المطبخ بالترتيب. يلا يا حفيظ خش انت الاول. انت فاهمه هتعملي ايه؟ ايوه فاهمه. ومانيش خايفه كمان. الواحده ما دام نيتها صافيه وايدها نظيفه ما تخافش من حاجه ابدا. وانا الحمد لله ايدي نظيفه وعمرها ما اتمدت على الحرام. طيب يا ست دلوقتي نشوف. يعني الحقوني مالك يا بنت بهية؟ مالك؟ مش عارفه يا سيدي دماغي لفت كده ليه؟ الظاهر انها حسوانه. الحقوني. بس يا بنت انا قاعد فارغ. بتطولي يا بنت ولا الشارع؟ ايه مالك؟ اشمعنى يعني دلوقتي اللي حسيت انك دايخه؟ ما اعرفش والنبي يا سيدي ما اعرفش. ما تعرفيش ولا عندها لعبه عشان تعرفي؟ انا ابدا والله يا سيدي ان شاء الله ابقى عافيتي ما بهرب. خلاص اقفي يا عدل اقفي واستني دورك. يلا يا حفيظ خش من الباب ده وتقفليه وراكي وتعملي زي ما قال لك الاستاذ عبد الخالق. حاضر. تحطي ايدك على الطبق وبعدين تلفي وترجعي من الباب التاني. حاضر. يلا. توكلنا عليك يا رب. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. اهو اديك لدا ولا حد سمع له حس. شفت بقى يا سيدي؟ طيب يا اختي اقفي بقى مطرحك تاني. الحمد لله. اللي بعديها يلا يا سعديه خشي يلا. كويس ادي التانية واديك برضه ما تدنش. اللي بعديها يلا يا اسطى مرزوق. كويس اهو بقوا 3 غير. يلا يا بهية. مين؟ انا؟ امال انا اللي اسمي بهية؟ يلا ما تضيعيش وقت. بس انا يا سيدي والنبي. ايه مالك يا بهية خايفة من ايه؟ خش يا اختي وربنا معاك. حطي ايدك على الطبق ولا يهمك وان شاء الله ربنا هينسفك. ان شاء الله يا اخي انا حفيظة. يا رب انت العالم يا رب. يلا بنت. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. صدقت بقى يا سيدي. خلاص انتهينا. اللي بعديها يلا يا اسطى عبده. عيني توكلنا على الله. توكلنا عليك يا كريم يا منصف الأديان. إن شاء الله مش هيقدم بإذن واحد أحد. جالكم كلامي أهو ما اتكانش. اللي بعد منه يلا يا أنيسة. لا يا سيدي لا انا مش حرامية انا ما سرقتش حاجة. لا العظيم حاضر خش يا بنت ما تضيعيش وقت. طب وخش ليه يا سيدي ما دام انا مش حرامية؟ خشي زي ما دخلنا كلنا يا اختي. اشمعنى انت يعني اللي هتشزي؟ مفيش خيار ولا فقوس. حفيظة عندها حق، مفيش فرق بينك وبين التانيين. ولا انت عاوزانا نفتكر انك خايفة؟ خايفة؟ انا خايفة؟ ابدا انا مش خايفة. باين عليها ان هي اللي سرقت. مش عايز حد يتكلم. بص وعشان طيب ما ابين لكم ان انا مش خايفة انا هخص اهو هخص وستيك اللي جوه ده فتح بقه انا هقطم صومالة لعبته. يا بنت خش بقى. اهو يعني ايه؟ حكمكم بقى اهو ما التنس. طيب يا اختي يا فلحة ودلوقتي بقى مش فاضل غيرك انت يا مدبولي. يعني ايه؟ يعني انا الحرامي؟ طب على الحرامي اذا كنت خدت حاجة ولا شفت حتى الورقة ام 10 جنيه اللي بتقولوا عليها دي. معلش دلوقتي كل حاجة هتبان. بس يلا خش اهو بسرعة يا زملاء. يلا اخش قوي واقطع دراعي كمان يصديك انت. اديني داخل اهو. حلو كده محدش سمع حاجة. ودلوقتي بقى ولعي نور يا سناء.
حاضر يا خالي. كويس قوي. ودلوقتي بقى انا هقول 1 2 3 تروحوا مدين ايديكم اللي حطيتوها على الطبق. فاهمين؟ ايوه فاهمين. 1 2 3. الله 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 الله، ايه ده؟ ايه الاسود اللي على صابعي ده؟ الله، وانا كمان ده باين له هبال. الله، هو كلنا كده ولا ايه؟ ايوه كلكم ما عدا انيسه لانها هي الحراميه. مين؟ انا؟ ايوه ازاي يا عبد الخالق؟ ده اديك ما تبانش يا خالي. فهمت. اما حته حيله يا استاذ عبد الخالق انما هايله هايله. انتوا بتقولوا ايه؟ انا مش حراميه، انا عمري ما سرقت. مين كان يصدق الحكايه دي؟ انيسه، لا حول الله يا ربي. ما تستغربيش ياما تحت السهي دواهي. انا طول عمري اخاف من البنت دي بشكل، دي سرقه باينه في عينيها. اخص عليك يا انيسه، كده تمد ايدك على الحرام؟ ما كانش العشم يا انيسه. اتفضلكم دقيقه واحده. تسمح تقول لنا يا استاذ عبد الخالق، عرفت ازاي ان انيسه هي الحراميه؟ هقول لك انا. قول يا اخوي. تسمحوا تمدوا ايديكم تاني؟ ايوه كده. بص لايديهم يا عزيزه، مش ملاحظه فيها حاجه غريبه؟ طبعا ملاحظه ان صوابعهم كلها على اسود. ما عدا انيسه، هي الوحيده اللي صوابعها نظيفه. انا اصلي حطيت الطعم في المصيده، قام الفار وقع فيه. بقى الشمعه اللي حطيتها تحت الترابيزه نفعتني في حاجتين اتنين. اولا استعملتها في اني اسود الطبق الفخار بيه، وفي الوقت نفسه عشان تنور الاوضه بنور بسيط يوم ما حدش ياخد باله من السواد اللي على ظهر الطبق. علشان كده حطيتها تحت الترابيزه. كنت واثق ان الحرامي مش ممكن هيحط ايده ابدا على الطبق، لانه هيخاف ان الديك يدن وينكشف امره، وهو ده بالظبط اللي عملته انيسه. ابدا ابدا، انا مش حراميه، انا مش حراميه مسألة سعاده. صدقوني والنبي انا مش كداب. انا هديكي فرصه اخيره يا انيسه، هديلك مهله دقيقتين اتنين بس. ما كنتيش هتقولي لنا فين خبيت ال 10 جنيه انا هسلمك للبوليس. ابدا ابدا، انا ما سرقتهاش. يا بنت انت انا انصحك انك تعترف، مفيش فايده من الانكار. والنبي صدقوني، الله يخليكم صدقوني. يا بنتي قولي وبلاش فضايح، بلاش فضايح يا انيسه. يعني كويس لما يودوك الاسم ويبهدلوكي هناك. وانت تعرفك يا بنت انت ان انا اللي خدتها، ما تكونيش انت اللي سرقتيها. انا؟ انت. فتشوا اوضتها. انا عارفه انكم هتلاقوها معاها، هي مش احسن مننا. انتوا يعني فاكرينها انها طيبه؟ دي ميه من تحت الدم. لا خلاص الدقيقتين فاتوا. تعالى انت اهو، انت هتقولي لنا خبيتيهم فين ولا لا؟ لا العظيم والله العظيم يا سيدي ما خدتهم ولا حتى اعلم عنهم. والله العظيم من كل ذنب يا اخواتي. انت يا عزيزه انتوا بدنا الاسم في التليفون. حاضر يا سليمان، هي نمرته كام يا اخويا؟ هتلاقيها عندك في دفتر التليفون، انا كاتبها عندك في الصفحه الاولانيه. فين يا اخويا فين؟ هي فين مش لاقياها يا سليمان؟ عندك في الصفحه الاولانيه في الدفتر. يا اخويا ادي الدفتر اهو، وادي الصفحه الاولانيه اللي ما فيهاش حاجه. زي بقى ما انا كاتبها عندك. فين يا اخويا؟ هي فين؟ الصفحات كلها اهي. الله، ايه ده؟ ايه يا عزيزه في ايه؟ ده في ظرف هنا في الدفتر اهو. ظرف؟ الله، ده فيه 10 جنيه. 10 ايه؟ لقيتيها فين؟ في دفتر التليفون. دفتر التليفون؟ ايه اللي حطها في دفتر التليفون؟ يا خبر، افتكرت ده انا اللي حطيتها هنا يا ماما. بنتي انت سلام. ايوه، اصل انا كنت بدور على نمرة تليفون وكنت عاوزة اعلم الصفحة عشان ما تضيعش مني، فدورت على اي حاجة عشان احطها في الصفحة، فلقيت قدامي الظرف ده، ما خدتش بالي كان فيه ايه ورحت حطاه في الصفحة ونسيته خالص. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ظلمنا البنت يا اخوان. ياما في الحبس مظاليم. انا اسفة قوي يا انيسة، دي غلطتي انا، حقك عليا. معلش يا ستي، حصل خير. الحمد لله اللي ربنا ظهر الحقيقه. الحمد لله يا انيسه، لكن قولي لي انت ازاي لمست الطبق الفخار وايديكي ما تعطتش اسود؟ تعالي يا بنت انت يا بنت مش لمست الطبق. ايوه يا سيدي، بس من فوق زي ما حضرتك قلت لي. امال ايه يا اختي؟ انا اصلي لما دخلت الاوضه فكرت وقلت في نفسي شكله ايه يا اخويا الديك ده اللي بيدن في الضلمه والطبق مكفي عليه. قعدت افكر شويه وبعدين
وبعدين رحت سايله الطبق من حلفه وبصه تحت منه. وشفتيه؟ ابدا. ازاي؟ لانه ما كانش فيه حاجه تحت الطبق خالص يا سيدي. كنتم مع ال10 جنيه تمثيلية من تأليف أحمد حلمي. صور الشخصيات رأفت فهيم وآمال شريف. سي خليل البخيل. كوميديا من تأليف أحمد أبو زيد. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. شو أقول يا مشربات؟ شو أقول لك؟ 1000 مرة قلت لك بلاش اللف والدوران معايا. أنا واعي قوي ومفتح جدا، واللي احب ابلعه قوي، لكن بقول لك لكن ايه يا سي خليل يا اخويا اتقي الشر. يا اختي الصباحنا وصباح الملك لله، خلاص هيدور الاسطوانه المشروخه بتاعت كل يوم. على مين يا اخويا الكلام ده؟ لا بص لنفسك وفوق لروحك. افوق لروحي ليه لا سمح الله؟ ليه؟ شو اقول لك؟ انت بتكلمي مين اولا؟ بقول لك هكون بكلم مين يعني؟ طب اسكت، خلينا كافيين على الخبر مجهول. شوف انت بتكلمي مين يعني؟ ايوه يا اخويا عارفه بكلم مين. وبعدين بقى جرى يا مشربات، جرالك ايه؟ هو انا ما اقدرش اتكلم معاكي كلمه الا وتديني 10. حرام عليكي يا مفتريه يا وليه، حرام عليكي، حرام. ده لسه بقول يا صبحي. يا اخويا حرام عليا انا ولا عليك انت؟ يا راجل ده انت قافل علينا الشبابيك والبيبان، قافل كل الدواليب والحيطان، كل حاجه بحساب. السمن كام معلقه، الزيت كام نقطه، الملح كام، السكر قد ايه، الشاي، العيش، الرز. حرام عليك. عايزه ايه؟ حرام. انت عايزه ايه يا ام شربات؟ فهميني عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ يعني عايزاني اسيب القربه مقطوعه تخر عماله على بطال؟ ايه ده بقى اسمه تبذير يا ام شربات؟ امال والمبذرين اخوان الشياطين. اتقي الله يا وليه، اتقي الله. الله غيرنا ماشي مش لاقي اللضع، مش لاقي نقطه زيت ولا شويه سكر ولا شويه كمون. مين يا اخويا ده غيرنا اللي بتقول عليه؟ مين؟ ما هي كل الناس عايشه فل الفل، غيرش انت بس اللي مطنش. يا كبدي عليها البت شربات، رجليها حفيت من كتر الطلوع والنزول على الجيران، تستلف مره شويه رز ومره شويه عدس ومره شويه. يا اخواتي حوالين ولا ايه؟ بعدين معاكي يا ام شربات. عدس ايه ورز ايه؟ خلاص فضيها سيره بقى. شوفي هتطبخ لنا ايه النهارده، بس يكون في علمك خضار ارديحي. عارفه يعني ايه ارديحي؟ لحمه مفيش، لحمه ممنوع. ليه؟ اللحمه مضره جدا يا ام شربات، مضره جدا بالصحه، بتجيب مرض والعياذ بالله اسمه النقرس. اسمه ايه يا اخويا؟ اسم الله على مقامك. النقرس. ايه؟ ايوه، وده والعياذ بالله بيجيب كساح، يبقى الواحد ماشي مش عارف اقوله من اخره، ومرض الربو ومرض الجرثومه. طب بس حرام عليك. نعم. بقى كل ده من اكل اللحمه؟ لو لسه كمان. لا خلاص يا اخويا، لسه كمان ايه؟ ده انت كل حاجه بتطلع فيها حاجه نهايته. وبقول ايه؟ مش هنفتح دولاب الخزين النهارده يا ام شربات، عشان النهارده الخميس كوسان طيبه، وانا حالف ما افتحوش اليوم ده. امال انت عارفه ما وقعش الفان الارض ابدا. عارفه يا انت عارفه الباقي بقى. عارفه يا حبيبي، عارفه. الامر لله. بنتي يا شربات. نعم يا ماما. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا اختي واسمعي الكلام اللي هقوله لك كويس. ايوه يا ماما. شوفي يا روحي، يا اخي خلي عندك نظر، خلي عندك ذوق، خلي عندك مفهوميه. كل شويه تشرب ايه هي محفوظات. قلت لك يا اخي بعمل رجيم. عارف يعني ايه رجيم؟ رجيم معناه ما اشربش حاجه. عارف يعني ايه ما اشربش حاجه؟ ما خلاص فهمنا بقى يا الله. لكن لا مؤاخذه حضرتك يا خليل افندي، بتعمل رجيم لما تشرب على حسابك، لكن بقى يا حلو لما حد يطلب لك حاجه على حسابه ما بتعملش رجيم ليه؟ امشي ولد امشي. والله لا قايل للمعلم بتاعك عشان يقدمك وتعرف انت الزباين المحترمين اللي زي حالاتي، الزباين المحترمين بتوع الهوا. امشي يا ولد. قول له. الله، ما هو بصراحه بقى هو اللي بيقول لي روح زن على ودان سي خليل عشان يطلب حاجه. ما انت كلهم قاعد كده بلوش. الله، انت لا مؤاخذه يعني انت مستني حد يجيب لك طلب ولا ايه؟ الله طب قسما ما عظم ان انا قاعد في الاول التاني. ايوه ما انا شاهد. اعمل لكم سمعه زي الزفت يا ناس يا علم يا هو. كله ينام لما اقول لكم القهوه دي بتغش الشاي، بتعمل شاي بالكربونات عشان يبقى اسود. ايوه بيعملوا في البن ايه؟ بيحطوا عليه حمص وبيحطوا سوداني وكمان بحاجه وعدس الجبه. القهوه دي غشاشه. عينك يا خليل افندي. ايه هو ده؟ ده جزاتنا مقعدينك ببلاش، مش عاجبك كمان واقف تهلل؟ ما انت شايف يا معلم اللي اتقلب الواد مرعي، الواد صاب القهوه بتاعك. ما هو غلط، ما هو طاق منك. وبصراحه كده بقى انا اللي قايل له
عاوز ايه بقى سي خليل افندي؟ لا خلاص يا معلم، ما دام انت اللي قايل له ودخلت في الحدوثه بقى خلاص، عفوا الله عما سلف. والله وعشان خاطرك بس يا معلم انا سامحك عشان خاطرك، لكن وعشان خاطر العشره والجيره كمان زي بعض يا سيدي، وعشان خاطر العشره والجيره نازل يا ادم مرعي مشروب ساعه على حساب الاستاذ خليل افندي. لا يا معلم ما صحيش كده ابدا. انا عارف طبعا انت ابو الكرم ابو الاصول، لكن بقول ايه يا واد يا مرعي؟ نعم يا سيدي. نعم الله عليك يا واد. بقول لك ايه، ما دام المعلم مصمم انا بقى عاوز ازازه ليمون متلجه بالماركه اياها الكبيره وبالمره حاجه سخنه احبس فيها. ما هو طلب لحضرتك واحد ولا واحد بس مفيش غيره. خلاص سك على الباقي. وعندك واحد ليمون في ازازه ساعه سكانيه فاضيه على حساب المعلم بلوشي. صباح الخير يا شربات. نعم عاوزه ايه؟ مفيش حاجة يا خالتي، لكن أمي بتسلم عليكي وبتقولك مش هنتقل عليكي النهاردة، هي بس عايزة نص ليمونة وشوية ملح وحبة كزبرة وحبة ملوخية ناشفة وشوية كمون وبالمرة كمان. اهدى كله بسم الله ما شاء الله. وقدرت أمك تحفظك الموال ده ازاي؟ لا ما هو أنا ماما بتمليني وأومنا أكتب اللي عايزاه من كل شقة. يعني مثلا هناخد من خالتي المساعدية شوية سكر وباكو شاي وشوية رز وعليهم الشعرية وبصلتين وفصين توم وشوية خل وبس. يا اختي النبي حرصك يا شربات، لو كنت بتحفظي دروسك بالشكل ده كنت طلعتي الأولى في المدرسة. لا ما أنا شاطرة برضو في المدرسة. وطبعا قلت لأم سعدية أمي بتسلم عليكي وبتقولك وترصي الكلام وانت كده واقفة مؤدبة. طبعا ما هو الأدب فضلوه عن العلم. طب يا اختي مادام انت فالحة كده ما تقولي لأمك ولأبوكي بدل ما تطلبوا الطلبات دي كلها من الجيران روحي انزلي اشتري من السوق على طول. لا ما هو بابا بيقول النبي وصى على 7 جار والجار للجار. طب يا اختي ما اذا كان ابوكي عارف ان النبي عليه افضل الصلاة والسلام وصى على 7 جار، طب ما يرحم الجار الاولاني والتاني والتالت من الطلبات اللي نازلة ترف علينا كل يوم. بابا بيقول انه بيطلب منكم مخصوص علشان ربنا يديكوا ثواب ويدخلكوا الجنة. طب قولي لابوكي ولامك النبي وصى على 7 جار واحنا النهارده باذن الله هنيجي نزوركم ونطمن عليه. طب مش هتديني الطلبات اللي طلبتها؟ بكره ان شاء الله. مع السلامه والقلب دعيلك. يا ساتر جيران اخر زمن. اما صحيح جيران ما يعرفوش قيمه الجار، دول يحمدوا ربنا اللي انا ساكن في البيت ده معاهم. انا مقامي اكبر من كده. مقامك ايه يا اخويا؟ يا اخويا كفايه هم بقى وفوق لنفسك. مين؟ البنت يا كبدي وشها بقى اسود من كتر الكسوف. هي مش الجيران لبعضيها ولا ايه يا ابو شربات؟ خلاص انتهت المساله، مفيش مروه مفيش شهامه مفيش جدعنه. يا خساره يا ولاد يا خساره والف خساره.